ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان انا مقصره الفتره اللي فاتت، قصرت معاكم في ان انا ما نزلتش فيديوهات، بس ده بجد غصب عني. بس طبعا غبت ورجعت بهبتي زي ما بيقولوا، وعملت لكم سلسله من الحلقات بنتكلم فيها عن الديانه المصريه القديمه، وبالاخص هنتكلم عن المعبودات. لا بنلاقي ان كل معبود من المعبودات المصريه القديمه اللي في الديانه بجد ليه حكايه، وبيرمز لحاجه معينه. طبعا كان في معبودات محليه ومعبودات إقليمية. لكل معبود ليه حكاية جميلة جدا وشيقة. كل حلقة هنتكلم عن معبود معين. موضوع حلقتنا النهاردة بنتكلم عن المعبود حابي. المعبود حابي ده جسد فيضان النيل، وكان بيتمثل أو بيظهر في صورة إنسان بيحمل فوق راسه نباتات مائية زي ما احنا شايفين كده في الصورة، وبيظهر جسده معالم الجنس الذكري والأنثوي في نفس الوقت. هنفسر كل حاجة دلوقتي. فبتظهر ملامح الذكورة في عضلات رجله وفي دراعه، وده بيرمز لخصوبة الفيضان. وبنلاقي بتظهر ملامح الأنوثة في الصدر وفي البطن، وده بيرمز للأرض اللي تم إخصابها بمياه الفيضان. فقد كان هو سيد النهر اللي بيجلب النماء، وسيد أسماك وطيور المستنقعات، وده بيرمز لأنه منح المصريين هذه المخلوقات مع النيل نفسه. المخلوقات اللي احنا قلنا عنها إن هو سيد أسماك وطيور المستنقعات، ده بيدل على إنه منح المصريين هذه المخلوقات مع النيل نفسه. لذلك فقد صور في المعابد وهو بيحمل القرابين للأرباب، وكثيرا ما تم تجسيد حابي على كرسي العرش، وهو بيقوم بربط زهرة اللوتس ونبات البردي مع رمز الوحدة. إذا حابي هو كمان كان رمز للوحدة، وجسد في صورة فيضان النيل، وبيرمز هذا لدوره في توحيد الجزء الشمالي والجنوبي للبلاد الممثل في زهرة اللوتس ونبات البردي. وكان حابب بيعيش في الكهف اللي بيخرج منه فيضان النيل، ولم يتم أي إنشاء معبد لحابي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بمعبود جديد بحكاية جديدة. سلام.